طول الوقت حاسس ان انت على المسرح والناس كلها مركزه معاك ومركزه في تصرفاتك، وده بيخليك تفكر الف مره قبل ما تاخد اي رد فعل. الحقيقه ان ده كله بسبب السبوت لايت افكت. اهلا بيكم في الجزء الثاني من رحلتنا في التخلص من ارضاء الاخرين، واللي هنتكلم فيه بالتفصيل عن الدوافع اللي بتخليني كانسان احاول طول الوقت ان انا ارضي الناس اللي حواليا. اول دافع هنتكلم عنه النهارده هو السبوت لايت افكت. يعني ايه سبوت لايت افكت؟ سبوت لايت افكت ببساطه طول الوقت بحس ان انا متراقب، طول الوقت بحس ان انا مسلط عليا الضوء، طول الوقت بحس ان انا على المسرح والناس كلها مركزه معايا ومركزه في تصرفاتي ومستنيين لي اي غلطه علشان يحكموا بيها عليا. طيب ده بيخليني ايه بقى؟ بيخليني طول الوقت مركز قوي انا بعمل ايه، وببقى شخص مبالغ فيه في ردود فعلي، شخص مبالغ فيه في التفكير وفي ان انا اقول اه او لا، لان انا طول الوقت باصص الناس هتبص لي ازاي او الناس هتحكم عليا بايه بعد ما ياخد رد الفعل ده. في الحقيقه ان الفكره دي بتخلي الناس الانسان ده متأيد، طول ما الفكره دي مسيطره عليا بتخليني متأيد ومش قادر ان انا اتعامل بطبيعتي، ومش قادر ان انا اتعامل بالرد الفعل المناسب ليا في اي موقف.